طيب يا دكتور احمد بقى، عايزين نعرف من حضرتك، دايما يقولوا الوقايه خير من العلاج، فاحنا عايزين نعرف ايه النصايح اللي حضرتك تقولها لنا عشان نقدر نحافظ على الجهاز الهضمي وعشان نريحه عشان يريحنا. طبعا النصايح اللي بنوجهها للعيان يعني طبعا مش بس في انواع الاكل، هنقول دلوقتي انواع الاكل اللي هي زيادة الصحة في الجهاز الهضمي، انما بنشوف كتير جدا جدا تلاقي عيان زي ما حضرتك قلت في الاول بياكل ويقول لك يا دكتور القلم اشتغل بعد الاكل وانا مش قادر وبطني منفوخه مظبوط. العيان ده تبص في بقه ما تلاقيش ولا سنه، سنانه مش موجوده اصلا، يكون ان كنترول دايابيتس ولا حاجه، عنده سكر غير منتظم واسنانه كلها واقعه. طب انت بتاكل ازاي؟ بيزلط الاكل ده. لازم تفهمه ان مفيش خلاط من غير مفرمه. السنان دي هي المفرمه بتاعت الخلاط. المعده ما فيهاش سنان، فانت لو زلطت الاكل للمعده، لو زلطت الاكل انت في خطوه من الهضم راحت. انت اهم خطوه اللي هي تكسير السنان ودخول السلايفا اللي هي اللعاب والانزيمات الهاضمه اللي موجوده في اللعاب دي بتبدا تهضم الاكل وبتكسر حاجات معينه وتخش للمعده في صوره معينه، تبدا خطوات الهضم في الامعاء الدقيقه والامتصاص والكلام ده. طب العيان ده بيفقد جزء كبير جدا ان هو بيزلط الاكل، فالمعده بتتلخم. انت ايه يا عم؟ رميلي ايه؟ رميلي حاجات كلها كتل كبيره مش هعرف اتصرف فيها، مفيش سنان في المعده. فدي مهم جدا جدا. وتقول له مثلا روح لدكتور السنان ركب طقم او كده وتلاقي حياته اتغيرت خالص من غير لا ادويه ولا حاجه، مجرد انه ركب سنان. فاذا السنان دي مهمه جدا. وبالتالي لازم نحافظ على السنان. بنقول للعيان كده لازم تغسل سنانك كويس جدا. الجير اللي بيطلع دي بكتيريا. الجير اللي بيطلع في اسنان العيان عندنا يعني في كثير من المرضى للاسف حته غسيل السنان قليله جدا شوية جدا جدا جدا. تلاقي العيان تبص على اسنانه ومع التدخين والاكل ومش عارف ايه وتبص على اسنانه تلاقي السنان قبل ما تروح كمان عندها مخزن للبكتيريا. الجير ده اللي موجود بين السنان دي بكتيريا. ف تلاقي ريحه بقه كريهه. البكتيريا اللي موجوده في الفم، البكتيريا الضاره زايده عن البكتيريا النافعه، ما في عدم توازن بين البكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه، فطبعا بتاثر جدا جدا على خطوات الهضم. فلازم غسيل السنان يعني حاجه مهمه جدا. وهو على فكره في غسيل السنان مش مساله يعني لما اتكلمت مع زمايلنا بتوع السنان مش مساله بقى المعجون ومش المعجون، هي الفكره انك السنه ما يبقاش عليها اكل، ما بقاش عليها بقايا اكل او بواقي الاكل. يعني ايفن حتى لو غسل بفرشه ناشفه هو كده نظف سنانه. يعني مش شرط بقى فرشه وخيط الاسنان والحاجات البسيطه دي. ان حتى مثلا لو في شارع ما فيش ميه بتاع ممكن ياخد معاه فرشه ناشفه يا دوبك ينزل بقايا الاكل، لان طول ما في بقايا اكل في بكتيريا وبتتكلسم وتعمل الدنتال كيرز ده اللي هو الجير السنان، وبيأثر طبعا على عمر السنه تبدأ تسوس وتقع في سن بدري. وطبعا مع الغلو والحاجات صعب جدا يروح يركب كراون ويركب بتاع حاجات بتبقى قصص كبيره بقى بتاع دكاتره السنان بالظبط. فالعيان بيكسل وكده. فاول خطوه هي خطوه الاسنان دي. طبيعه الاكل برضو اكيد بيبقى لها دور. طبعا طبيعه الاكل احنا طبعا بنقول للناس كلها ببساطه كده ان جنرال يعني ايه؟ يعني مش لكل مرض لكل يعني حدث حديث بس بالزبط. انما الكلام العادي اللي بنقوله للناس كلنا تقلل السكريات، تقلل النشويات. والسكريات والنشويات دي من اكتر الحاجات اللي بتعمل فاتي ليفر او كبد دهني. أيوة. الحاجات اللي بتعلي جدا نسبة الدهون على الكبد وده مرض شائع تاني يبقى نقوله بقى في حلقة تانية ان شاء الله. أيوة دهون الكبد دي انما ده من الامراض اللي شائعة جدا. ودايما نقول للعيان تقلل السكريات والنشويات، تقلل الحاجات اللي فيها احماض كثيرة زي مثلا الحاجات اللي هي الليمون، المشروبات الغازية، الحاجات اللي فيها الحاجات اللي فيها سبايسز زي المستردة، الصوصات المختلفة، الصوصات الزيادة. الحاجات دي كلها ممكن تبقى ضار. الحاجات اللي فيها مواد حافظة زي مرقة الدجاج، زي الحاجات كلها كاند او اللي هي معلبة. بالظبط. معلبات
الكاند فود ده نقلل منه على قدر الامكان، على قدر الامكان الاكل يبقى صحي فريش. وفريش. لازم الفروتس والفيجيتابلز دي موجوده في كل حته ضروري. لازم نزود الخضار ونزود الفاكهه، نقلل اللحمه الحمراء، نقلل من الميت اللي هم المصنعه دي، لقوا ليها تاثير مباشر على داخل في الكانسر كل الجانك فود يا دكتور، والجانك فود كل اكل طبعا الشارع دي ليها تاثير مباشر على الكانسر كولون. يعني كل منظمات الصحه وبتاع تقول لك دي ليها تاثير على سرطان القولون. الحاجات بقى من الميت اللي هي اللانشون والبسطرمه والمش عارف السجق والسلامي ومش السلامي، يعني ده اكل الشعب كله. فطبعا نحاول نقلل الحاجات دي على قدر تغيير كامل في اللايف ستايل. تبقى نلجا للاكل بتاع زمان بتاع اهالينا، الحاجات اللي هي ايه صحيه فريش فود زي الاكل اللي بتاع زمان. برضو الحاجات اللي ليها تاثير سيء جدا الحاجات الزيوت المهدرجه واللي بتعاد استخدامها كذا مره، والسمن المصنعه والكلام ده كله، بنلجا للحاجات الطبيعيه زي السمن الطبيعي او الزيوت الذره، زيوت الزيتون، الكلام ده افضل جدا على الشرايين وبيقلل خالص حته الكوليسترول والترايجليسرايدز والكلام ده. تمام يا دكتور احمد. تمام. وطبعا لو عيان بقى عنده امراض زي الضغط والكلام ده يقلل الملح ويقلل الدهون وكده، يعني لكل حدث حديث. انما ان جنرال اقلال السكريات، اقلال النشويات، اقلال الحاجات المقليه، البعد عن الحاجات المصنعه بغزاره، والملح والحادق والحراق. تمام يا دكتور. تمام.